عوكالو. من كتر جمال البنت دي اكيد مش رشة دواخل. احنا نلعب، احنا غير الموضوع. اما انت هتقارن بأم كلثوم. ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني. مين اكتر فنان مشواره بيلهمك نفسك تعيش تجربته؟ معالي المستشار تركي آل الشيخ. معالي المستشار عمل عليها ريبوست والفنان عمرو دياب عمل عليها ريبوست، فلقيت ان الاغنيه ضربت بشكل غير طبيعي. عمرو دياب رقم 1. سؤال صعباني. لا ولكن انا عايزه اتكلم عن موضوع رامي صبري. بتعملوا معايا كده ليه؟ شعرتي؟ لا اتأثرت جدا. هغنيها بقى، هتلاقي واحد بقى ايه يعني. انت رميت الرصاصه وطلعت تجري. انا والله هعيط. خلي بالكم لو عيطت. لا وحياتي خليكي. اهلا بيكم في حلقه جديده. انا مريم عامر وده تايكون زون بيت. النهارده معانا موهبه مش بس قدرت تثبت نفسها على السوشيال ميديا، كمان فنانين وملحنين كبار كتير وقفوا جنبه ودعموه. معانا النهارده حازم ايهاب. ازيك يا مريم؟ ايه مقدمه خطيره طبعا يعني اتمنى اكون قدها. نعمل مقدمه ناريه. يلا بينا نعمل حلقه ناريه. يلا. احكي لنا الاول انت ابتديت ازاي. انت عملت كافرز كتير، ايه اكتر واحده الاقرب لقلبك من كل الكافرز اللي اشتغلتهم؟ بصي، هي وحياتي خليكي طبعا هي وش الخير زي ما قلت لك. نزلناها كان ساعتها يعني مش بحب اقول القصه دي، بس كانت ساعتها وحياتي خليكي من الهضبه نفسه كانت جايبه مثلا 700,000 فيو. اوكي. فاحنا لما نزلنا الاغنيه جابت 2 مليون فيو، فاغنيه الهضبه نفسها يعني نطت بقى لل 11 مليون. فاهمه قصدي؟ فده النجاح يعني، ده الاحساس اللي هو بتاع لا احنا طب ما احنا نكمل، احنا كويسين ننفع. ما يلا نكمل بس. فيعني اقربهم لقلبي وحياتي خليكي لان هي كانت اولهم يعني. طيب بما انها الاقرب لقلبك، أيوه. سمعنا حته من وحياتي خليكي. مش لا 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 لا. وحياتي خليكي مع قلبي دايب فيكي، وللنهار بيقول يا حبيبي. وحياتي خليكي وعنيا تقولها لعنيكي. هقول لمين غيرك يا حبيبي. حلو قوي. قبل كده عملت حفلة كنت بتغني فيها لعبد الحليم وأم كلثوم، وطبعا دي تجربة بتبقى قوية. إنه مغني لسه بيبدأ، الناس عادة بيبقى حاطين كده يعني تماثيل آلهة للفنانين الكبار، بيبقى صعب عليهم أحيانا إنهم يتقبلوا إنه يسمعوا حد تاني بيغنيهم. ويعني يلا لما تاخد مدح على حاجة اللي هو لأنك أما أنت هتقارن بأم كلثوم فاللي هو هنروح فين؟ مش هتمشي. فاحكي لنا عن مشاعرك تجاه التجربة دي يعني حسيت إيه وأنت بتغني لهم؟ أنا لما غنيت للأستاذة الكبيرة أم كلثوم والأستاذ عبد الحليم حافظ، أنا كنت في الأوبرا. فأنتِ ما فيش أي حاجة في الدنيا ممكن تتغنى في الأوبرا غير للبني آدمين التقال الكبار الرهاب. أولًا أنا باقدّر الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، ولكن أنا يعني باسمعه وباحبه جدًا، جدًا، ولكن أنا الناحية التانية شوية، أنا كائن أم كلثومي شوية. أوكي. ليه بقى أصلًا الconcept بتاع الناس بترفض أو كده؟ لإن في ناس بتاخد الغُنى أو الغنوة بتاعة أم كلثوم والأساتذة الكبار دول ويبدأوا يحرّفوا فيها إنِّك بتغيّري في اللحن. أوكي. مش بتحاولي بتفردي عضلات زي ما بتقولي. يعني في حاجة اسمها السهل ممتنع، عارفاها؟ أيوه. إيه السهل ممتنع؟ إن هو الملحن لو كان عايزها تتعمل بشكل تاني كان عملها بشكل تاني. أنتِ فاهماني؟ فأنا ليه آخد أغنية لفنانة كبيرة جدًا، جدًا، جدًا زي مثلًا يا مسهّرني. يا مسهّرني بتقول إيه؟ هاشرح لِك. أنا أصلًا كده لمّا يعني أم كلثوم فلازم نسمع حاجة لأم كلثوم. ما هو أنا هاشرح لِك، يعني هاقول لِك دلوقتي الحكاية إيه من خلال كوبليه هاقوله لِك من أغنية يا مسهّرني. أوكي. بعد كده هاقول لِك أنا وجهة نظري إيه. فأم كلثوم في يا مسهّرني بتقول ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، وعنايا نجا فيها النوم يا مسهرني. أنا قلبي بيسألني
يغيّر أحواله. شايفة اللي أنا باقوله ده؟ يعني يغيّر أحواله، فده الركوز اللي معمول. فأنا ممكن أقوله أنا قلبي تبدأ تعرّبه. بيسألني إيه غيّر فاهماني؟ تدّي له عُرَب أكتر تدّي له فهي دي مساحات الحكاية، أكتر. هتغني لأم كلثوم، هتغني لعبد الحليم حافظ، وهتغني يا ناسيني وأنت على بالي وخيالك ما يفارق عيني يريحني وعاطف على حالي وارحمني من كتر ظنوني لا عنيا بهواها النوم ولا بخطر على بالك يوم تسأل عني يا يا مسهرني. فيا مسهرني حلو أوي. هي يا مسهرني، هي عيون القلب، هي أي حاجة الملحن القدير أو الملحن الكبير أيًا كان اسمه إيه، أستاذ بليغ حمدي والّا أستاذ محمد الموجي، عاملها بالشكل ده. وأم كلثوم فضلت تحفظ، 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 تحفظ لغاية ما طلعت قالتها بالشكل ده. فليه الناس بتتقبّل؟ لإني باغني بالشكل ده، باقولها زي ما الأستاذة نزّلتها. يعني تخيّلي أنتِ كده بتعدّلي على مديرِك، فأنا أعدّل على الكلام ده ليه؟ هنا الحكاية، بس. أوكي. طيب بما إنّك بتحكي عن تقدير الفنانين طبعًا. وشغلهم يعني، ودي حاجة إمم. تُحترم طبعًا. إمم. مين أكتر فنان مشواره بيلهمك، نِفْسك تعيش تجربته أو شايف إن تجربته تستحق إنها الناس تبُص عليها يعني؟ خلّيني أقول لِك إن معظم الإجابات في أي سؤال بيتسأل شبه كده، هو بيكون للفنان عمرو دياب، مضبوط؟ ولكن أنا الحقيقة في ناس كتيرة جدًا كل حد فيهم ادّاني حاجة. يعني مثلًا أحمد سعد، أحمد سعد ادّاني إنه ما فيش مستحيل، إنه ما فيش حاجة it's never too late. أحمد سعد فضل يغني قبل ما يبوم الفترة اللي هو فيها ما شاء الله يعني، فضل يغني 25 سَنة، 20 سَنة. اللي محقق المعادلة بتاعة كل حاجة هو الهضبة، الفنان عمرو دياب هو عامل ما شاء الله عليه، هو عامل حاجة يعني فيها الmix. ولكن أنا في ناس تانية بتخلّيني أحس إنه باخد منهم الأمل بطريقة معيّنة يعني، بس كده. جميل. طيب مين من الفنانين لمّا بتنزّل فيديو cover ليه بيدعمك وبيتكلّم معاك أو بيبعت لك أو بصراحة يعني كتير جدًا، لو قُلت أسامي ما هتبقى محرجة، لكن مثلًا في مواقف طريفة. يعني أوكي. يعني أنا مثلًا أنتِ عارفة معالي المستشار تركي آل الشيخ. هو يعني نادرًا لمّا بينزّل حاجة ليها علاقة بنجوم صغيّرين أو بفنانين لسه بيبدأوا حياتهم أو ناس بتغني يعني. فهو صادف إن هو نزّل لي عمل لي repost لحاجة الساعة 6:00 فاصحابي كلّهم، كل الناس وقرايبي بيكلموني 6:00 اصحى عدّيت يالا، عدّيت فين؟ ما أنا قاعد أهو ما فيش حاجة. أنا نايم في بيتنا عادي فهي لسه. بتبقى عجائب وطرائف. ولكن الناس الأستاذ الكبير عمرو دياب بيعمل لي repost وبيدعم. بالمناسبة الأغنية اللي باقول لِك عليها اللي هو معالي المستشار عمل عليها repost والفنان عمرو دياب عمل عليها repost هي أغنية ولا ليا إلا هي، اللي هي قديمة جدًا. آه. فهي قديمة من كتر ما هي يعني 2000 وكام 4 2003 حاجة كده يعني. ففوجئت يعني أصلًا إحنا بننزّل الفيديو ما فيش حاجة، أنا يالّا يا شباب نغني، فغنينا. آآ فلقيت إن الأغنية ضربت بشكل غير طبيعي. ممكن طب سمّعها لنا لازم أفكّرِك نسمع بحاجة حتّة منها. بتقول شغلاني بحُبها شغلاني بيها، شغلاني بحُبها والشوق ناداني، يا مين يقول لها أنا روحي فيها، يا مين يقول لي فين مودياني، نظرة تاخدني أطلع لفوق وأنتِ في حضني مش عايز أفوق، نظرة عينيها يا
ترى مين سلمت ليها واحلف يمين ولا ليا الا هي دي حبيبة عينيا ولا ليا الا هي ولا ليا الا هي دي حبيبة عينيا ولا ليا الا هي. الله شكرا. حلو قوي. ربنا يخليك. طيب انت كمان عملت فيديو كفر لعزيز مرقه وكان فيه موال، احكي لنا بقى عن التراك ورد فعله. عايز اقول لك انا صورت الفيديو ده بالموال بتاعه يوم الاربع تقريبا او حاجه شبه كده. يوم الخميس قابلت عزيز مرقه في الشغل عندي، اوكي يعني في مكان شغلي قابلت عزيز مرقه وقعد يقول لي اللي انت عملته ده وعجبه جدا، وصورنا فيديو معمول عليه الاوديو بتاع الاغنيه والموال، يعني اوكي بس كده حلو قوي. خلص الموضوع يعني. بس حلو يعني هو عجبه الفكره اللي هو فعلا فين طب انت بتقول احلى حته في الموال، طب ما في حته موال كده كانت لذيذه يعني. بس طب هنفصل من الاسئله شويه وهنلعب أوكي. لعبه. يلا بينا نجرب هنشوف. اسحب بالترتيب لا، خد او بالترتيب. هو بالترتيب. يلا نجم الجيل وعم التمثيل تامر حسني. كام من إيه؟ 1 ل5؟ تامر حسني في ذوقك الشخصي. تمام 3. تأمن انت، الناس دايما بتدخل تأمن تحط في النص وبعدين لا اصل مين الوحيد اللي بيمثل وبيغني وبيألف وبيلحن وبيعمل كل حاجه وليه وجهه نظر والحاجات ما بتجيلوش يعني دايما على الجاهز. تامر حسني ليه ذوق في كل الحاجات دي. انا بحب ذوق، اختلفتي او اتفقتي او تامر حسني بيعمل كل حاجه وكل حاجه بتطلع منه مش يعني مش سهله خالص، حلو جدا. صحيح. 3 ماشي. 3 تامر حسني. بسم الله. عمرو دياب رقم 1. خلاص امين. هنحط مين مثلا يعني؟ تخيل لو كان اخر ورقه. رامي صبري رقم 2. اوكي تامر حسني، رامي صبري، عمرو دياب، رامي صبري، تامر حسني. انا اتلخبطت. تامر عاشور 5. اوكي كده فاضلك رقم 4. اوكي محمد حماقي 4. اوكي لو كان جالي قبل تامر عاشور كنت حطيته 4. رامي صبري قبل تامر حسني. سؤال صعباني. لا ولكن لا ولكن انا هرد. احنا بنسأل عن رأيك. ولكن انا هرد. اوكي قولي لي ليه؟ زي ما قلت لك عمرو دياب بيعمل ايه؟ بيغني، عمل فيلم او فيلمين في الاول وخلاص. رامي صبري بيعمل ايه؟ بيغني، ورامي صبري بيغني فقط وبيسلطني يعني. انت بالنسبه لك فكره التركيز انا كمطرب في الصنعه. أوكي. لكن هو تامر حسني بالنسبه لي يعني يعني مثلا كمطرب في نجاحه ممكن يبقى رقم 2 او ممكن يبقى مثلا رقم 1 تنافسا. ما هو عمل يا جماعه خلي بالكم برضه هو عمل نجاح في وقت قد كده. في وقت قد كده اهو يعني لو في ناس بتعمل نجاح في 7 ألبومات تامر حسني عملهم في 4 ألبومات. فهي الكونسبت ده. لكن انا حطيت 3 ليه؟ لان هو لو كنت مثلا جبت لي شيرين عبد الوهاب كانت هتبقى رقم 2. اوكي مين كمطرب بتحبيه بيسلطنك؟ ما هو بالمناسبه لعبه الترتيب هي فعلا ذوق، وجزء منها كمان بيبين انه ممكن في ستارز كتير كلهم ستارز كلهم رقم 1 بس فكره ان انت بتسمع حد بذوق معين، حد بتحس انه انت النوع الالحان اللي بيختارها، نوع الكلمات مزبوط. في حاجه قريبه ليك، حاجه انت حاسسها اكتر. فبالعكس هو مبني على فكرة بس الذوق هي الشخصي. الحكاية يعني طرب يعني اللي هو أنا بقول كمطرب ماليش دعوة. بس التمثيل والحاجات دي هي اللي هي برضو تقيلة قوي على إن إحنا نقيم. فلا كان ممكن على فكرة عادي جدا نطلع تامر حسني من ال5 دول ونخليه في رقم 1 في حتة في كاتيجوري لوحده. مين الفنان الشامل، مين الفنان اللي عمل كل حاجة، مين الفنان اللي بيغني وبيمثل فاهمة؟ أيوه. إنما غنى يعني مظبوطه كده. طيب في تراك انت كنت عملته كنت فايرل عوكلو عوكلو عايزين انت طب انت عارفه هو ليه يعني هو راح فايرل؟ احكي لي. طيب هو راح فايرل لان الناس ما كانتش عارفه الكلام.
اوكي. يعني الناس كانت سمع وكالو دي كأنها مثلًا عشان هو متصوّر في تركيا، اوكي. فإن هو فيها كلام تركي، وهي كلّها وهو مصرية من الكلام الأول. تيجي نغنيها بقى in tempo يالّا؟ يلا عادي، عادي صح؟ احنا. يالّا. عوكالو ده كان واد مدعوك، رفرف محكوك، سمكري محتاج دقدق عالصاجة هنا عدلو. ايجيبشن سمكري قرشه جري، ضحكت دنيته شاف ودري، شاف عيونه دوخوه ده الجمال مفيش اخوه دي اكيد مش رشه دواخل، لا دي فابريكا على ابوه يا اسطوانة الاكسجين، عوكل ده من نظرتين وصل للعالمية وعيون هادية اعتقلوه. بعد كده يا اختي هاتي كحك واغرب. على فكرة ده برضه كلام مصري، ده كلام مصري برضه يا جماعة. أنا بعشق الأغنية دي، أنا بعشق الفيلم ده وبعشق. أنتوا عارفين مين اللي كاتب الأغنية دي، مين ملحنها؟ أستاذ أيمن بهجت قمر، والتلحين أستاذ عمرو مصطفى، لمعلوماتكم يعني. بس هي حلوة يعني، عظيمة واغنية فيلم عظيمة كمان عظيمة. سمكري محتاج ده عصاجه، وبعد كده بيقول إن هي دي أكيد يعني إن هي من كتر جمالها، من كتر جمال البنت دي أكيد مش رشة دواخل. غير الموضوع بقى عشان ممكن أفضل أكمل ممكن أفضل أتكلم على الأغنية ايه دي لغاية نوع آخر الحلقة. الغزل اللي زيها؟ والله عشان ايه إحنا نوع كرجالة، الغزل إحنا المفضل كرجالة بالنسبة؟ كرجاله بنحب العربيات، فانت فاهمه يعني ايه تلاقي بنت مش راشة دواخل. يلا احنا نلعب، احنا نغير نوقف الموضوع، نغير الموضوع عشان ونلعب. لو هتعمل دويتو مع حد هتختار مين؟ اه نبقى واقعيين ولا نخش في انت نفسك في احنا احلم، ده طبعا سؤال. يعني نفسي اعمل احلم. مع الهضبه طبعا، اوكي النجم الكبير نبقى عمرو دياب. واقعيين بقى، تحب والله العظيم لو نبقى واقعيين يعني اللي هو الاحلام ممكن تتحقق، رامي صبري. انا عايزه اتكلم عن موضوع رامي صبري ده. اه بمناسبه رامي صبري، انت أمم. لعبت معاه حفله، طلعت معاه على الستيج وغنيتوا مع بعض، يعني انت الدويتو ده اسكندرانيه يا مش مريم؟ انا اسكندرانيه اسكندرانيه جدا. صح، بس لعبت وطلعت لعبت ونزلت وطلعت تلعبي كل الالعاب والاربع وكل ايوه ماشي خلاص. طيب اه بس انت اوريدي عملت دويتو مع رامي صبري صح؟ يعني لما طلعتوا لأ، لمّا تغنوا. طلعنا نغني الduetto ده كان على الstage نفسه، يعني غنينا مع اوكي بعض، مش لسه مش ايوه، أغنية قصدي انه original. مش سؤال خرافي، ده حصل. لا، حصل الحاجات الحمد لله، بتحصل يعني. الحمد لله بس. اوكي طب احكي لنا عن الستيج والشغل طيب نرجع تاني ل behind the cards. يالّا بينا، كمل اسئله. بسم الله. يلا. مين مطرب في ايه؟ underrated صح؟ ايوه مين مطرب underrated في رأيك؟ بالظبط. آمم، مين مطرب underrated يعني مش واخد حقه، مين؟ يعني حد انت شايف ان هو المفروض يكون مجتهد والمفروض ياخد حسب انت برضو بتشوفها ازاي، يعني هل انت شايف ده اجتهاد، شطارة، موهبة؟ يعني ما هي برضو اجين هو ذوق شخصي. ما هو يعني ما فيش حد أوي، ما فيش ما فيش يعني حد مش واخد حقه. لأ فعلًا أصل هو المجتهد اللي بيعمل حاجة حلوة بيطير على يعني خلاص خلصت، ما اوكي فيش حد مش واخد حقه يعني، إلا لو في مثلًا تقولي لي مثلًا مين النجم اللي كان نِفْسك ينزّل أغاني كتير؟ اوكي محمد محي مثلًا، أنا اوكي باعشق محمد محي يا جماعة، أنتم مش عارفين الحتّة دي فيّا، بس اوكي. أنا يعني كنت أتمنى إن الأستاذ محمد محي يفضل بيعمل أغاني لغاية دلوقتي، يعني كل سنة ألبوم، نهار أبيض! انا كنت بحب له اغاني كتير آه، برضو. لا، باعشقه. السؤال اللي بعده. والسؤال اللي في راسي إزاي أغني لعمرو دياب بطريقة شعبي، عمرو دياب بطريقة شعبي. بتعملوا معايا كده ليه؟ الاعداد، فريق الاعداد. آه بعدت ليه خلتني أخسر أغلى حاجة في دنيتي، ليه لما أقابل حد غيرك لسه حاسس غربتي. تحفة. يلا بينا. احنا دلوقتي إمم، وصلنا لاخر جيم. أوكي. خير الأمور الوسط بقى وخلاص. ايوه بسم الله.
أقول بصوت عالي؟ باقول حصل مرّة غنّيت أغنية وما كنتش مقتنع بيها علشان الtrend. أنا عمري ما كنت باغنّي أغنية وعايزها تطلع trend، أوكي. يعني عمرها ما جات عن طريق القصد، كلّها للصُدفة. أكتر أغنية جابت trend عوكلو ما كانتش مترتّبة، أكتر أغنية عملت شغلاني بحُبّها شغلاني بيها ما عملتش، وحياتي خلّيكِ كانت collaboration ما بيني وما بين بنت بتغنّي English، كانت هي بتغنّي sun and moon. أيوه. it's raining it's اللي هي كان mashup و وكلّها صُدف بحتة جدًا، عمري ما كنت مرتّب لحاجة اسمها trend خالص. أوكي. بس. أشعرتِ؟ لأ اتأثّرت جدًا. أنتِ ما أنا حاسِّك في سهل وفي أنا ما هو حاسِّك خلاص أنا استنى حاسِّك الجراي خلص، الوسط خلص. هو أنا واحد بس من كل لون؟ آه. آه! آه. أغنية لو حد تاني غنّاها تبقى أحلى. أغنية باحبِّك وحشتيني. أوكي. مين تحس كان هيبقى أحلى يغنيها؟ أنا. باهزر، باهزر غرور أوي، بس أنا باعشق الأغنية دي. طب سمّعها لنا. لأ، مش هينفع بقى، ما هي دي لازم بقى دي بقى اللي لازم بقى مزيكا وجيتارات أجواء وبتاع. عشان ما اظلمش أصل يعني هاغنيها بقى، فهتلاقي واحد بقى طالع لك إيه إيه يعني أنت رميت فاهمة؟ الرصاصة وطلعت أنا تجري، أنت باتكلم على ضربت القنبلة ومشيت. أنا باتكلم، أنتِ عارفة أنا ليه باقول قال لك كده؟ أنا هاغنيها بالضبط. بس مش أنا هاغنيها. باتكلم على المزيكا نفسها. عارفة الموزع الكبير نادر حمدي منزّل الأغنية دي minus track في شغله، يعني في الCV بتاعه على اليوتيوب، هو منزّل الأغنية دي minus من غير صوت الأستاذ الكبير حسين الجسمي، من غير صوته. فأنا قعدت سنين باغني على الأغنية دي وباشغّلها في العربية وأنا رايح الشغل واغني عليها واحلم إن أنا باغنيها، أغنية أوكي. باعشقها. باحب الحتّة اللي هي إن الأغنية بتوجّه كلام للي بيسافروا وبيبعدوا آه. وبيتغرّبوا، الأغنية بتقول بعدت وكنت هاعمل إيه، مين اختار غُربته بإيديه، لكن حُبِّك ده ما نسيتهوش وعاش فيّا، ليه هاتأسف على الغيبة، ما غِبتيش لحظة وقريبة، ما حدّش عنده كده طيبة وحنيّة وكأن الوقت مش هاعيّط والله هاعيّط، خلّي بالكم لو لا، عيّطت لا، 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 أنتم لأ. حُرّين. لأ إحنا جايين نفرفش بس خلاص، السؤال الأخير والله هاتي بقى أنتِ، اختاري لي في بقى، أسباب كفاية. اختاري لي أنتِ واحد. ماشي يالّا، أنا مش عارفة فعلًا هم إيه، عشان يطلع السؤال وِحِش ويجيبها فيّا بقى. مين من المغنيين الكبار شايف إنه بيكرّر نَفْسه و ومش بيقدّم جديد يعني؟ آه. لأ، يعني ما كل حد، ما هو خلّي بالِك اللي بيكرّر نَفْسه ده لقى لون لنَفْسه والناس حابة اللون فبيعيد. يعني دي حاجة مش سواد خالص، دي حاجة حلوة جدًا إنِّك تلاقي لون لنَفْسِك وتكرّريه، دي أصلًا ده نجاح. أيوه، يعني أنت كده بتقول إن كل الناس تمام، ما هو أنت كده أنا ما ما باقولش جاوبتش إن على أنا ما السؤال. باقولش إن كل الناس تمام، أنا باقول اللي لقى genre أو لقى way أو لقى طريقة بيغني بيها وبيعيد اللي بيقوله والناس بتتقبّله وبينجح بيه، فده نجاح. طيب السؤال بيقول مين إمم. الحد اللي بطّل يقدّم حاجة؟ لو مش هتجاوب على السؤال، مش هتقول اسم حد، هتغني، ما هي truth or طَب cute. أجاوب لِك على السؤال، الفنان اللي كان ليه طريقة وكان بيكرّر نَفْسه والناس كانت بتعشقه وحرمنا من كل ده، النجم الكبير محمد فؤاد. ماشي، بس أنا باسأل مين أهو، اللي ما أنا موجود. جاوبتِك، ما هو موجود، على فكرة هو بيحضّر الألبوم وراجع، أوكي. بس أنا باقول لِك واحد زي النجم محمد فؤاد ده أنا باعشقه. بس هو بقى له فترة طويلة ما عملش albums أصلًا، هو يعني ده مش هو بقى ده بس مش التقصير. بي هو مش بيكرّر نَفْسه، هو قعد وقت مش بيقدّم حاجة، صح؟ أيوه، بس ده هو بس ده فرق. لمّا كان ما هو خلّينا نكون متّفقين، الناس اللي عارفة إن صوت محمد فؤاد صوت معيّن، ما ينفعش يغني غير أغاني معيّنة لايقة بس على صوته، فهو صوته مكرّر وكُنّا بنحب ده جدًا، جدًا، بس. أوكي، يعني ماشي أوكي. بجد. طيب أنا حابة يعني إمم. قبل ما نختم الحلقة تحكي لنا شوية عن الألبوم الجديد، ادّينا حتّة exclusive كده، سمّعنا حاجة ال لطيفة. ال الألبوم الجديد هو إنتاج داخلي منّي أنا ومن أصدقائي ومن الناس المقرّبة، قصدك إنتاج شخصي أنتم إنتاج شخصي. أوكي.
فده يعني حاجة زي mini album كده 6، 7 أغاني هينزلوا يعملوا نوع من أنواع يا جماعة إحنا هنا، اللي هو لو حد حابب ينتج بجد، طبعًا إحنا بقى لنا كتير جدًا بنحضّر، لإن إحنا اللي بننتج لنفسنا، فالموضوع أنتِ مش هاحكي لِك هو قد إيه صعب، هو مستحيل، فاهماني؟ فإحنا تعبنا جدًا، معايا شركاء نجاح وشركاء عمل لازم أقول أساميهم، معايا النجم الكبير أحمد حسين بيسجّل معايا وواقف في ضهري وقفة يعني عظيمة جدًا، معايا أخويا وحبيبي يعني عِشرة المشوار وعِشرة العُمر وكل حاجة عملناها ونجحناها عملناها سوا، النجم الكبير عمر إسماعيل الموزّع الموسيقي، معايا كاتب مفاجأة من الزقازيق، من الشرقية، يعني عمره 19، 20 سَنة، أوكي. خطير، كاتب لي أغنية بتقول ألحاني أنا. والله غلاوتك عندي لو تعرف ما تسألني، ده أنا عيني عليك من بدري ويا عيني عليك مشغول، شايف الأيام وجمالها من يوم ما دخلت حياتي، وحياتي تغير حالها والله ده مش معقول، يا حبيبي اسمعني مش لازم كده توجعني، باحلف بغلاوتك عندي وبافكر فيك ليل ونهار، يا حبيبي افهمني حبك فعلًا غيّرني، يا قمر وجماله سحرني من الشوق أنا قرّبت أنهار. بس. فعلي سليمان من الكُتّاب اللي واضح أنا إن الألبوم باراهن شيّق، يعني فيه حاجات ومعايا كاتب مسلية. الكبير أستاذ أيمن شوقي كتب خلصانة في الأغاني اللي نزلت، وبس ادعي لي. بالتوفيق، ادعي لي. ومتحمسين جدًا نسمع الألبوم، إن شاء الله، وشكرًا خالص على بإذن الحلقة الله. اللذيذة دي. أنا اتبسطت وشكرًا كان ليكم كلّكم معانا والله بجد، حازم بجد. إيهاب. شكرًا ليكم، اتبسطت جدًا، جدًا، جدًا. تصبحوا على خير.